الإسماعيلي بينهي استعداداته للمباراة الهامة جدا قصاد الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من الدور الثاني. خلونا في البداية نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وزي ما انتم متعودين معانا نتمنى ان انتوا تدوسوا لايك للفيديو، لو مش مشترك في القناة نتمنى ان انت تشترك فيه. بقالنا عدد أيام كتيرة جدا قربنا من الشهر، كنا مستنيين المواجهة الهامة والمصيرية واللي في صالح النادي الإسماعيلي نتمناها إن شاء الله، واللي هتكون قصاد الاتحاد السكندري. طبعا من بعد مباراة طلائع الجيش واللي النادي الإسماعيلي فاز فيها بنتيجة 1-0 كان في توقف لمدة شهر، وكنا مستنيين النادي الإسماعيلي يلعب بفارغ الصبر، والحمد لله النادي الإسماعيلي هيلعب قصاد الاتحاد السكندري. خلينا نتكلم ونقول ترتيب الفريقين قبل بداية المباراة. نادي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 17 بونت، ومن تحته على طول نادي الإسماعيلي في المركز السادس وبرصيد 16 بونت، يعني الفرق بينهم نقطة واحدة بس. لو رحنا واتكلمنا عن النتائج السابقة للفريقين، تعالوا ناخد آخر مباراتين لنادي الإسماعيلي. نادي الإسماعيلي آخر مباراة قدر إن هو يتعادل مع بيراميدز في بطولة كأس الرابطة بنتيجة 2-2، والمباراة اللي قبلها واللي كانت أول مباراة واللي قدر النادي الإسماعيلي يفوز على طلائع الجيش بهدف للفلسطيني خالد النبريسي. يعني بنتكلم إن النادي الإسماعيلي في آخر مباراتين قدر إن هو يحقق 4 بونت من 6. نادي الاتحاد السكندري في آخر مباراتين تعرض فيهم للخسارة. أول مباراة كانت قصاد الجونة وهي في الجولة الأولى من الدور الثاني، الاتحاد السكندري تلقى هزيمة بنتيجة 2-0، ودي المباراة اللي خلت إدارة الاتحاد السكندري إن هي تتوصل لاتفاق مع المدير الفني طلعت يوسف عشان يرحل عن الفريق بسبب تدهور النتائج. على طول نادي الاتحاد السكندري أعلن التعاقد عن المدير الفني مجدي عبد العاطي عشان يتولى تدريب الفريق في المباريات اللي جايه. وكانت أول مباريات الكابتن مجدي عبد العاطي مع الاتحاد كانت قصاد حرس الحدود، وتعرض الاتحاد فيها للخسارة وانفراد حرس الحدود بتصدر مجموعته اللي بتضم الإسماعيلي وبيراميدز، وخلاص ضمن الصعود للدور الثاني في بطولة كأس عاصمة مصر. يعني احنا بنتكلم ان الاتحاد السكندري في آخر مباراتين تعرض فيهم للهزيمة، وعايز اقول لك ان الاتحاد بقاله فترة كبيرة جدا جدا بيتعرض لنتائج سلبية. عايز اقول لك ان المباراة اللي قدر ان هو يكسبها كانت قصاد النادي الإسماعيلي في الدور الأول، اكيد كلنا فاكرينها، الغلطة بتاعت بيومي وشكري نجيب، شوطة صاروخية حطها في الشباك. النادي الإسماعيلي بيعيش فترة مستقرة جدا، وخصوصا بعد التعاقد مع المدير الفني تامر مصطفى اللي قدر ان هو يشتغل بشكل كويس على امكانيات اللعيبه اللي موجوده معاه، وكمان قدر يطلع منهم اللي ما قدرش الكابتن حمد ابراهيم او الكابتن عماد سليمان يخرجوا الامكانيات بتاعه اللعيبه. وقدر الكابتن تامر مصطفى ان هو يشتغل على الارض ويعرف ايه السلبيات وايه ابرز المشاكل اللي بيعاني منها الفريق، وقدر ان هو يصلح شويه. مش هنقول ان هو عالج السلبيات كلها، ولكن شغال بشكل كويس على قدرات اللعيبه، ويقدر ان هو وقف اللعيبه في اماكنهم، وده ما كناش بنشوفه خالص بدايه من الدور الاول. زي ما قلت لكم الاتحاد السكندري بيعيش فتره صعبه ونتائج سلبيه لعدد كبير جدا من الماتشات، وزي ما قلت لكم ده الموضوع اللي خلى ان هم غيروا المدير الفني. طبعا كلنا كجمهور للاسماعيلي عارفين اهميه المباراه دي، 3 بونت هيفرقوا بشكل كبير جدا جدا مع النادي الاسماعيلي، هيخلوه يوصل للمركز الرابع في المجموعه الثانيه اللي بتنافس على عدم الهبوط. فان شاء الله باذن الله الناس كلها مستعده. اكيد الناس اللي متابعانا عارفه ان جمهور نادي الاسماعيلي عامل ملحمه بشكل حقيقي في التذاكر اللي موجوده، وان شاء الله هيكون في تواجد كثيف جدا جدا لجمهور النادي الاسماعيلي حاضر في المباراه. كمان نروح للناحيه الثانيه، الاتحاد السكندري اعلن عن رحله مجانيه لجمهوره عشان ييجوا يأزروا فريقهم قصاد النادي الاسماعيلي. ماتش هيكون جماهيري بشكل كبير جدا. انا واحد من مشجعي الاسماعيلي، بحب قوي الماتشات الجماهيريه دي، بحب التشجيع والهتاف والحماس طوال ال 90 دقيقه. فان شاء الله باذن الله مباراه هتليق بالفريقين. طبعا اكيد بنرفض اي خروج عن النص، اكيد طبعا بنرفض ان احنا نشتم بقى او ان احنا نسب والكلام اللي بيحصل ده. احنا بنروح عشان نشجع فريقنا وخلاص، وملناش اي علاقه باي حاجه تحصل خارجيه. فالكابتن تامر مصطفى شغال مع الفريق. عايز اقول لك الفتره اللي فاتت وقبل كام يوم من مباراه الاسماعيلي مع الاتحاد السكندري، كابتن تامر مصطفى قافل على الفريق بشكل 100%. كابتن تامر مصطفى عازل الفريق عن اي مشاكل خارجيه. زي ما احنا عارفين النادي الاسماعيلي بيعاني من مشاكل وازمات، كابتن تامر مصطفى بعد الفريق عن كل حاجه بتحصل من داخل اداره النادي الاسماعيلي. اللعيبه مركزه،
كابتن تامر مصطفى بيتكلم بشكل متكرر مع اللعيبه ان احنا عندنا امكانيات وان احنا نقدر نقدم نتائج افضل وان احنا نقدر نفرح جمهور النادي الاسماعيلي، فمش عايزين نخذلهم. كابتن تامر مصطفى بيكن كل الاحترام والتقدير لجمهور نادي الاسماعيلي. طبعا كلنا شفنا في المباراه الاخيره في الدوري قصاد طلائع الجيش الجمهور اللي سافر من اسماعيليه للقاهره، وقد ايه كان في كثافه من الحضور لجمهور الاسماعيلي. طبعا المباراه اللي هتكون قصاد الاتحاد السكندري في عدد كبير جدا جدا من جمهور نادي الاسماعيلي من خارج محافظه اسماعيليه هيكون متواجد. ناس كتيره جدا جايه من القاهره، جايه من اسكندريه، جايه من المنوفيه، من كل حته، كله جاي يشجع النادي الاسماعيلي. هيكون حضور الاستاد كله متقفل ان شاء الله، واستغلال الحصه الكامله لسعه استاد هيئه قناه السويس كلها لنادي الاسماعيلي. نروح للاصابه اللي موجوده داخل صفوف النادي الاسماعيلي، وهو اللاعب ابراهيم النجعاوي. طبعا زي ما احنا عارفين ان هو كان بيشارك مع منتخب مصر للشباب، وللاسف تعرض لاصابه في الانقل، وبالتالي هيغيب عن مباراه الاتحاد السكندري. طبعا فرصه ان ابراهيم النجعاوي ينضم لمنتخب مصر. كلنا شفنا اداؤه والمباراه اللي لعبها قصاد طلائع الجيش ورهان الكابتن تامر مصطفى على اللاعب، واللاعب ما خذلش الكابتن تامر مصطفى وادى اداء كويس جدا طوال ال 90 دقيقه. واكيد مش هننسى الانقاذ التاريخي اللي اخرجه من على خط المرمى قبل ما المباراه تنتهي في طلائع الجيش. نتمنى له كل الشفاء وان شاء الله باذن الله يرجع سريعا للملاعب. كمان ايقاف محمد نصر لمده 3 مباريات، وده بسبب الطرد اللي تعرض له في مباراته قصاد طلائع الجيش في الدقائق الاخيره. فكده محمد نصر مش موجود، ابراهيم النجعاوي مش موجود. طبعا هيرجع اللاعب الفلسطيني خالد النبريسي، وده بعد ما تعرض للاصابه مع منتخب فلسطين، وبالتالي ما قدرش ان هو يشارك معاهم في المباراتين. الناس بتقول لنا ان خالد النبريسي سليم 100% وشارك بشكل جماعي مع الفريق، ان شاء الله هيكون موجود في المباراه. كمان المفاجاه اللي ممكن تحدث مشاركه احمد الشيخ مع لاعبي النادي الاسماعيلي في التدريبات الجماعيه، وممكن نشوفه في قائمه المباراه، وكمان ممكن يشارك مع النادي الاسماعيلي في عدد دقائق محدود جدا. ده هيكون بناء على رؤيه المدير الفني كابتن تامر مصطفى، واللي ليه كل الحريه والاختيار في المباراه دي. بنتمنى كل التوفيق لنادي الاسماعيلي. نامل ان شاء الله باذن الله نعمل فيديو بعد المباراه واحنا بنقول ان النادي الاسماعيلي بيحقق الفوز على الاتحاد السكندري. تعالوا نقول لكم التشكيل المتوقع وناخد رايكم كمان في التعليقات تحت، تقول لنا طريقه اللعب مين الافضل اللي يبدا مع الكابتن تامر مصطفى. تعالوا اقول لك التشكيل المتوقع لمباراه الاسماعيلي مع الاتحاد السكندري. احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، محمد عمار، عماد حمدي، عبد الكريم مصطفى، هشام محمد، علي الملواني، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، مروان حمدي، نادر فرج، والفلسطيني خالد النبريسي. ده التوقع. طبعا اكيد الرؤيه الكامله هتكون للجهاز الفني بقياده المدير الفني تامر مصطفى. نامل ان شاء الله باذن الله نادي الاسماعيلي يحقق الفوز. 3 بونت هيفرقوا بشكل كبير مع نادي الاسماعيلي في مشواره في المجموعه الثانيه. باذن الله النادي الاسماعيلي يحقق الفوز على الاتحاد السكندري. بنتمنى كل التوفيق للدراويش، وانتظرونا ان شاء الله بعد المباراه هنكون متواجدين في الاستاد، وان شاء الله نعمل لكم بث مباشر عشان تشوفوا الاجواء اللي بتحدث من جمهور الاسماعيلي. في النهايه ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.